لو مش عارف تركز ساعتين مع بعض أو بتلاقي نفسك بعد 10 دقايق تمسك الفون وتتصفح، الفيديو ده ليك. أنا هقولك على أشهر الطرق اللي بيستخدمها الطلبة والعلماء عشان يذاكروا ويركزوا ويحفظوا المعلومة كويس. أول حاجة وهي البومودورو تكنيك. إيه هي دي بقى؟ تعالى يا سيدي أما أقولك. في التسعينات كان في واحد اسمه فرانشيسكو سيريلو، وده اخترع البومودورو تكنيك. الفكرة هنا إنك بتقسم المهام الكبيرة لأجزاء صغيرة عشان تقدر تنجزها بسرعة. طيب بتمشي إزاي؟ النظام الأشهر أو المتعارف عليه هو 25/5، إنك بتشتغل 25 دقيقة أو بتذاكر 25 دقيقة وتريح 5 دقايق. بس في هنا مشكلة، عشان مخك بيحتاج فترة إن هو يخش في حالة التركيز أو يخش في حالة الفلو أو يخش في حالة الانغماس. فالحل هنا إن أنت أول جلسة من الجلسات بتاعة المذاكرة بتاعتك إنك تقعد 25 دقيقة، بعد كده ابدأ زود الجلسة بتاعتك تبقى 45 دقيقة، وبعدين تاخد ربع ساعة راحة. طيب خلال الراحة اوعى تمسك التليفون، لان احنا ما صدقنا اننا قاعدين بنذاكر ودخلنا في حالة التركيز. روح اشرب مية، اتحرك، اعمل كوباية شاي او اي حاجة بسيطة. طيب دلوقتي هنخش على التكنيك التاني، وده اسمه فينمان تكنيك. طيب ده بتاع مين؟ ده كان راجل اسمه ريتشارد فينمان، وده عالم فيزياء اخد جايزة نوبل. ولما اتسأل ازاي بيقدر يفتكر كل المعلومات او يحفظها، فقال لهم بس كده بسيطة. اول حاجة بيجيب ورقة ويكتب العنوان أو الفكرة اللي ذاكرها. تاني حاجة قال لك اشرح الموضوع اللي انت ذاكرته بأبسط طريقة ممكن تشرح بيها أكنك بتشرح لطفل عنده 10 سنين. تالت حاجة شوف ايه اللي ناقص أو مش واضح أو انت ما قدرتش توصله كويس. رابع حاجة ارجع ذاكر الأجزاء اللي انت ما قدرتش توصلها كويس، وبعدين ارجع كرر الموضوع ده تاني واشرحه من جديد. طيب هنا بقى عملوا تجربة لذيذة جدا على موضوع فينمان تكنيك. جابوا مجموعتين من الطلبة كانوا بيذاكروا وادوهم ورقة عشان يذاكروها. أول مجموعة قال لهم انتوا هتاخدوا الورقة دي تذاكروها عشان عندكم امتحان. تاني مجموعة خدوا الورقة يذاكروها وقالوا لهم انتوا هتطلعوا تشرحوها. والمفاجأة هنا بقى ان اللي ذاكر او المجموعة اللي ذاكرت عشان تشرح افتكرت اكتر بكتير من اللي ذاكر عشان الامتحان. الطريقة الثالثة وهي بليرتنج ميثود. ده اللي هو لو عندك مشكلة في الحفظ الطريقة دي هتبقى ممتازة. أول حاجة إنك بتقرأ المحاضرة بصوت عالي، بعدها بتقفل الكتاب وتجيب ورقة فاضية وتكتب كل اللي أنت فاكره، بعدها تفتح الكتاب وتشوف إيه اللي أنت نسيته. بعد كده تقدر تعرف إيه المعلومات اللي كانت سهلة وقدرت تفهمها من أول مرة وتفتكرها، ودي بالنسبة لك الأجزاء السهلة. وإيه الأجزاء اللي أنت بتنساها، ودي الأجزاء اللي أنت محتاج تكرر عليها وتعيدها. ومع التكرار مستحيل تنسى المعلومة. نيجي بقى للطريقة اللي بعد كده، وهو قانون اسمه 1 2 4 7. وده ان انت اول يوم بتقرأ الدرس كويس، اليوم التاني بتراجع الدرس تاني وهتلاقي انك فاكر معظم الدرس. تيجي بقى بعد 4 ايام بتراجعه كمان مرة. نيجي بقى لليوم السابع وهنا النتيجة تبدأ تظهر، بتكون انت راجعت المعلومة لرابع واخر مرة. وهنا بقى اضمن لك ان المعلومة انتقلت من الذاكرة قصيرة المدى للذاكرة طويلة المدى، وهنا مستحيل تنساها. نيجي بقى لآخر طريقة، ودي الطريقة بتاعتي أنا أو طريقة الشخصية اللي جربتها وقدرت أتخرج بيها من الكلية بتقدير امتياز. أول حاجة بعد ما بخلص أو بعد ما باخد المحاضرة، أول حاجة بسمع المحاضرة في نفس اليوم اللي أنا أخدتها فيه. تاني حاجة بعمل قراءة سريعة على طول، وبكده أكون قدرت أكون صورة عامة عن الجزء اللي أنا بذاكره. بعدها بجيب امتحانات سنين سابقة عشان أفهم أسلوب الدكتور والنظام الأسئلة بيكون ماشي ازاي. هتقول لي امتحانات على طول كده، هقول لك ايوه، ده هيخليك فاهم تذاكر ازاي كل جزء. بعدها بجيب ورقه وقلم وابدا اذاكر. بس استنى، بذاكر ازاي؟ بعمل مخططات ومايند مابس وبشرح بصوت عالي واحاول افهم نفسي الجزء اللي انا بذاكره. بالاضافه ان انا كمان بحاول اربط الكلام او الحاجات اللي انا بذاكرها بحاجات سهل ان انا افتكرها. من الاخر كده بسكمها، وبكده اقدر افتكرها على طول وقت لما احتاجها. بعدها برجع بيومين اراجع تاني من الكراسه اللي كنت بذاكر منها او اللي انا كنت عامل فيها اصلا المايند ماب، والموضوع كله مش هياخد منك 10 دقائق. المره الثالثه دي براجع المعلومات تاني قبل ما ابدا جزء جديد في الماده تاني. يعني لو انا مثلا خدت جزء في المحاضره، جزء جديد في الماده، باجي قبلها ب10 دقائق اراجع على اللي انا خدته قبل كده، وكده تضمن ان المعلومه ثبتت وانتقلت للذاكره طويله المدى، وافتكر بقى اللي انت ذاكرته على الميد. طيب نيجي بقى النصايح عشان تركيزك يزيد. اول حاجه ودي خدناها من كتاب فلو للمؤلف ميهاي شيكسنتي ميهاي، وقال لك من عوامل تحقيق الانغماس انك تحدد مهمه بعينها او قدر معين من الشغل عايز تنجزه، بحيث انك تعرف انت بتتقدم ازاي وفاضل قد ايه عشان تخلص. تاني حاجة ابعد التليفون عنك وحاول تقعد في حتة بحيث ان محدش يكلمك او يخرجك بره مود المذاكرة والتركيز. تالت حاجة
الناس اللي بتسمع موسيقى أو بتسمع أغاني وهي بتذاكر، الدراسات أثبتت إن الموسيقى بتشتت مش بتساعد على التركيز. رابع حاجة، أنت دماغك بيحب دايمًا يكون مستريح، بيحب يكون على وضع الauto pilot، عشان كده بيحاول يتجنب الضغط اللي أنت بتبقى حاطّه عليه من المذاكرة، فبيدخّلك بقى في أفكار ومش عارف روح زور خالتك وروح كلّم صاحبك. فأنت خلّي جنبك نوتة عشان تكتب أي فكرة جهنمية هتيجي لك وأنت بتذاكر، ده هيساعدك أو هيساعد دماغك إنه يقدر يركّز في المهمة الأساسية، وبعد كده ابقى ارجع يمكن تلاقي في النوتة دي حاجة مهمة. خامس حاجة ودي أهمهم إنك تكافئ نفسك، بعد المذاكرة أو الكمية اللي أنت حددتها ادّي لنفسك مكافأة، روح الgym، العب كورة، اتفرّج على حلقة مسلسل، خُد شوكولاتاية، المهم كافئ نفسك. دي كانت أهم الطرق اللي هتخلّيك تذاكر بتركيز وتثبّت المعلومة. جرّب واحدة أو 2 منهم وقُل لي في الcomment إيه أكتر طريقة نفعت معاك، ولو عايز طرق أكتر عن المذاكرة ونصايح عن الحياة الجامعية اشترك في القناة وفعّل الجرس.